اس دي سبورت تي في معكم في قلب الحدث. اليوم سنتناول اللاعب المرشح بقوة إلى الانتقال إلى نادي المريخ السوداني، وهو اللاعب زرياب يوسف، موهبة سودانية من مواليد 2004. لاعب وسط ميدان برز بسرعة في الملاعب السودانية، حيث مثل نادي الخرطوم الوطني ونادي حيدوب النهود، ولفت الأنظار بتمريراته الدقيقة ورؤيته المميزة داخل الملعب. ذرياب مثل منتخب السودان الأولمبي وشارك مع المنتخب الأول، ومر بتجربة احترافية قصيرة في الدوري الليبي، حيث لعب لنادي الصباح مصراته ونادي الشموع ونادي البشاير. حاليا يبرز اسمه بقوة ضمن الخيارات المطروحة إلى الانتقال إلى نادي المريخ خلال التسجيلات القادمة، وسط تطلعات جماهيرية كبيرة لمشاهدته في المستطيل الأخضر بشعار نادي المريخ. والكل يعلم بأن نادي المريخ الآن يمر بفترات عصيبة جدا، وعلى ما أعتقد لم تحدث للنادي من قبل، حيث استقال رئيس النادي وجميع أعضاء مجلس الإدارة، وحتى الآن يعيش نادي المريخ فراغ إداري، ولم يتم تعيين لجنة تسيير أو انتخاب مجلس إدارة جديد. ويدار الآن النادي بواسطة لجنة الحوكمة، وهنالك جدل كبير بعدم قانونية اللجان العدلية، والبعض يرى أنها قد انتهت فترة الصلاحية ولم يعاد انتخاب هذه اللجان مرة أخرى، نسبة للظروف التي يمر بها السودان حاليا. السؤال هو: هل تعتقد أن ذرياب سيكون إضافة قوية للمريخ أو المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة، أم يتدخل نادي الهلال ويدخل بقوة في استقطاب اللاعب إلى نادي الهلال ويكون ضربة قوية لنادي المريخ؟ وهل سيقبل اللاعب بالوضع الحالي الذي يعيشه نادي المريخ؟ شاركنا رأيك في هذا الموضوع.